هو المهم. أبد لا تخلي أو تحمل الناس على أن تحملهم ذنب بسببك أنت. ونوبات أكو إنسان يتصرف تصرف معين يدوس بالبطن يخلي الناس غصبا عليها تحشي عليها تتحمل، يعني تتحمل غيبة. مو صحيح اكو هيك بشر، اكو بشر يسوون يعملون اعمال مسلمين هم ما تقدر يوازيك على ان تغتابه، ما تقدر تسكت. يعني قبل كم يوم انا شفت بالفيس شاب بهولندا ماد السجاده بنص الشارع، شارع طريق طبعا السيارات واقفه منه والسيارات واقفه منه، وهو بنص الشارع وجاي يصلي. ذول المعلي يعلقون بارك الله بك يا اخي هذه شعيرتنا يمدحون به. انا علقت قلت لهم والله لا بارك الله فيه. يعني شو يريد يثبت هذا؟ اريد افتهم. ذول نصارى ومحترمين ديانته وواقفين، وهو معطل هاي العالم كلها والله دا يعدي فوق يروح على صفحه واصلي. يا اخي شنو اللي جابك تقطع الشارع؟ اريد افتهم شو تريد؟ يعني شو تريد تثبت؟ اللي هو هذا الاسلام؟ هي المراعاه هاي. واقف بنص الشارع، ذولا منا واقفين وذول محترمين طبعا، يقول لك هذا مسلم وجاي يصلي. انت ما تحترمهم، ما تحترم الناس اللي داع صاحب الحاجه، اللي عنده شغله، اللي مستعجل قاطع الطريق عليهم وجاي يصلي بنص الشارع. واحنا لا والله لا بارك الله فيه. هاي جاي يجبر الناس على ان تختابه، يدوس بالبطن. يعني شوف فرد يوم ابراهيم النخعي في احدى يعني الغزوات انضربت عينه وعورت عينه وسقطت عينه. من اصحاب العلم من اهل الحديث، كل اهل البخاري ومسلم كلهم يوثقونه، موثق بالحديث. فرد يوم جاي للمسجد يمشي فتلقاه سليمان الأعمش. أعمش يعني عينه نظره ضعيف، عمش بي عنده. فايش قال لابراهيم؟ قال له يا سليمان اسلك دربا غير دربي، انا راح افوت منه انت افوت منك. قال ولما يا ابراهيم؟ قال هؤلاء المسلمون عندما يروننا يقولون اعور واعمش فيغتابوننا، لا اريد ان احملهم ذنبا. قال يا ابراهيم وما ضرنا؟ فوالله اننا لنؤجر ويؤثمون. قال فهلا افضل من ذلك؟ نسلم ويسلمون، اذهب الى غير دربي. لا يا اخي لا تحمل المسلمين وزر غيبتك بانك تفعل الافعال التي تجبرهم على ان يغتابوك.